ازيك يا بروفيسور جورج؟ ازيك يا دكتوره منى؟ اسم حلقتنا النهارده شخصيتي وشخصيته. عجبني الاسم. عايزين نركز النهارده على فكره ازاي نربي شخصيه مستقله بتقدر تاخد قرارات، تفاضل ما بين الامور وتختار. انا وانتي كنا بنناقش مع بعض قبل الحلقه فكره الناس بتشوف ان اولادهم امتداد لشخصيتهم، اولادهم يكونوا زيهم. وانا بصراحه شايف ان اولادنا الجمال فيهم ان يكونوا شخصيتهم بطريقه مختلفه عننا، بيبقوا بني ادمين تانيين، حياه تانيه، شخصيه تانيه. انا عندي حكايه ليك النهارده. انا مستنيه الحكايه. حكايه مش مشجعه قوي، حكايه وليد. وانا صعبان عليا وليد عنده 8 سنين، بدأ يكبر، ما هواش طفل صغير قوي، ما هواش في سن المراهقة، يا دوبك ما بين الاتنين، بدأ يشوف العالم حواليه. ماما قالت لي يلا البس هدومك احنا رايحين عند طنط عفاف. وليد ما كانش ليه قرار في الموضوع ده خالص، لبس هدومه، راحوا عند طنط عفاف، خبطوا على الباب، طنط عفاف فتحت الباب، ازيك وليد حبيبي اهلا بيك. بصيت له، جت تسلم عليه، وليد بدأ يكشف نفسه، يقرب من ماما ويبص لماما. ماما قالت لها معلش اصل وليد بيتكسف. وليد يا حبيبي سلم على طنط عفاف. فوليد سلم على طنط عفاف بعد ما ماما شجعته على كده. دخلوا جوه في اوضه الصالون. طنط عفاف قالت له وليد انا عندي عصير حلو، تشرب عصير؟ وليد بص لمامته، مامته شاورت له اتس اوكي نشرب عصير. فقالت لها ماما قالت لها وليد بيحب العصير. اوكي. وهم جايبين العصير، احمد وسناء ولاد طنط عفاف جم قالوا له وليد يلا تعالى العب معانا. ماما بصت له، اكيد وليد هو اللي بص لماما. وليد بص ماما يشوف هتقول له ايه. فماما بصت له وقالت له لما تخلص العصير بتاعك. فراح وليد قاعد ما اتحركش من مكانه جنب ماما. بس وليد ده ولد هادي قوي زياده عن اللزوم، ما كونش مش ما عندوش حتى فرصه يكون رايه. فوليد يا حرام جات له الفكره ان ماما بتقول له مش هتلعب مع سناء واحمد غير لما تخلص العصير. وقعد يشرب العصير بالراحه خالص لانه مكسوف، ويشرب بالراحه لغايه لما القعده طولت وماما قالت يلا يا وليد يلا بينا مروحين، من غير ما يلعب مع احمد او سناء. القصه دي انا صعب عليا وليد اكيد ان مفيش مساحه، بس كمان انا حاسه ان ماما هي اللي لعبت دور كبير في الموضوع دوت. بس ماما نيتها ممتازه، اكيد ماما بتحب وليد، عايزه تحميه، عايزه تحافظ عليه في كل موقف، فهي نيتها صح. هي نيتها اكيد صح. ماما كل الابهات والامهات بيبقوا عايزين يحموا الاولاد، يدعموهم، يرشدوهم، يدوهم النصايح، وبيبقى صعبان علينا ان احنا نشوف ولادنا بيقعوا في مشاكل بالظبط، ومتخيلين ان هم بس لو سمعوا كلامي كل حاجه هتمشي كويس. اول ما ابني بيقع في مشكله بجري عليه قبل ما يقع فيها، قبل ما يقع انا بجري بحاول احميه. ودي طبعا نيه كويسه ورغبه جوانا موجوده جوانا، بس المشكله بتمنع تطور المخ. بالظبط، بتعطل حاجات كتير. بالظبط. يعني واحده من الحاجات اللي بتسبب لي ازمه كبيره جدا في الاسسمنت لما باجي اسال الاهل الولد بيعرف يربط الجزمه ولا لا، لان ده سؤال بسيط بنعرف منه المهارات الحركيه والتناسق العضلي البصري. بس الحقيقه ان دلوقتي بتبص تلاقي فئتين، يا فئه هم ما حاولوش اصلا، يا ان احنا بنجيب الفلكرو والتيك تيك علشان نوفر وقت الصبح. او بابا وماما بيربطوا رباط الجزمه كل يوم لاولادهم لان ده اسهل. وده حقيقي فعلا، وعاده الناس بتفكر ايه المشكله يعني ما تخلينا نخلص. بس مع تكرار المواقف اللي بالشكل دوت انا بعطل قدرات ومهارات كتيره جدا في العقل من انها تتطور. وحاجه بدائيه جدا وحاجه هيحتاجها الاولاد على اختلاف اعمارهم، انه ياخد قرار. بالظبط. انه يفاضل ما بين ده وما بين ده، انه يختار هلبس ايه، هاكل ايه، هشرب ايه. لازم نساعدهم ان هم يطوروا الجزء ده في شخصيتهم، لان ده غير تطوير الشخصيه مهم لتطوير المخ. فاحنا كنا بنتكلم على النيورو ساينس، تركيب المخ وحركاته. فلما الطفل بتاعنا بياخد خبرات زي ما قلنا قبل كده، الخبرات هي اللي بتشجع تطور المخ. فالطفل لما بياخد خبرات ده بيشجع الفص الامامي البري فرونتال كورتكس ان هو يقدر الموقف.
ويشوف اللي هيتقال ايه وياخد القرار بتاعه، يوازن ويفاضل ويختار ويحل مشاكل. بالظبط. لو طول الوقت انا بتدخل وبحل هو مش هيعمل ده. بالزبط. لو طول الوقت انا اللي بختار له هو مش هيعرف يفاضل. كمان البري فرونتال كورتكس متصل بمناطق الكلام. فلما انا متردد في قراري كلامي يبقى ايه؟ ملخبط ومتردد، وكل ما كلامي يتلعثم كل ما تردد اكتر. ومش كده بس، كل ده مرتبط بعنق المخ وبالعضلات. جسمي يبقى محني، الكتاف مشدودة، ايديا مشدودة، شكلي خايف، يمكن كمان الأطفال يحس ان ركبه بترتعش. وحتى المهارات الحركية والعضلية، فكرة ان انا لما بقعد في مطعم دايما بقطع للأولاد الأكل، او ان انا بربط لهم الجزمة، او ان انا بلبسه، هيلبس مرة واثنين وثلاثة غلط وهنعدل له وهنشرح له وهنفهمه، بس حتى قفلة الزراير وفتحها دي مهارة هو محتاج يتعلمها. المهارات الحركية والمهارات المعرفية، وكمان المهارات اللي ليها علاقة بتطور الشخصية والمهارات الاجتماعية. جميل جميل. الخبرات هي اللي بتشكل، فلازم نستغل فرصة ان هم يتمرنوا في خلال الحاجات اليومية علشان نشكل المهارات دي. النهاردة قبل ما نصور انتي حكيتي لي على مكالمة جاتلك كنتي مترددة تاخديها وبعد كده قررتي تاخديها، ولأن الموضوع كان شكله كده مهم قوي. هو الحقيقة قريب جدا كمان لفكرة النهاردة. مدام ميري اتصلت وكانت بتتضايق، كانت متصلة هي متضايقة من نفسها لأن هي حاسة بالذنب من اللي هي عملته، وكانت بتحاول تفرغ مشاعرها مع حد وتحكي له ايه اللي حصل. بس الحقيقة انها ليها علاقة جدا باللي احنا كنا بنتكلم فيه النهاردة، او اللي احنا كنا مخططين نتكلم فيه النهاردة. هي بتقول انها حطت الفطار لسالي الصبح وكانت مشغولة جدا وراها حاجات كتيرة تحضرها، لان كان عندها يوم طويل ومحتاجة تنقل من مكان لمكان لمكان، فبتحضر لكل النشاطات ديت. وراحت سابت سالي وراحت دخلت بدأت توضب بالحاجات، تلم الهدوم. رجعت لقيت سالي ما حطتش ولا معلقة في بقها، وماما عايزة تخرج وماما بتفكر في انا هاكلها ازاي، هتجوع بعد شوية، ايه اللي هيحصل، هنرتب يومنا ازاي. فبدأت تنفعل على سالي، بدأت تتشد، لأن كل الإحباط والتوتر بدأوا يطلعوا في طريقة كلام ماما أو مدام ميري مع سالي. فهي نفسها بدأت تحس ان هو انا زعقت لها وقلت لها طيب انتي مش هتاكلي، على فكرة انتي لو طلبتي مني اكل بره انا مش هجيب لك، انا حطيت لك الاكل وانتي مش مقدرة النعمة اللي انتي فيها، يلا بينا عشان ننزل. تفتكر انا ساعتها ما اقترحتش حاجة على مدام ميري لان هي الست كان عندها احساس بالذنب كافي جدا الذنب عالي والاحباط والاحساس بالفشل عالي. بس انا عملت عشان كده هي كلمتك. بس انا عملت حاجه كان نفسي ماما تعملها مع ميري، اللي هي انا حسستها ان انا حاسه بمشاعرها او بالصعوبات اللي هي فيها. وقدرت جدا فكره ان الصبح بتبقى مشغوله مشحونه ورانا 1000 حاجه، فقلت لها معلش انت كنتي مشغوله وازاي تعوض ميري في الموضوع. بالتالي هو ده اللي انت كنت عايزه مدام ميري تعمله مع بنتها، تحسسها ان انا حاسه بيكي. فدي اول نقطه، ان انا احسس طفلي اللي انا حاسس بالمعاناه بتاعته، حاسس بالمشكله بتاعته، ولو بكلمه بسيطه جدا زي فكره انا عارف ان الواحد لما بيصحى الصبح ساعات ما بيبقاش ليه مزاج ياكل. بالظبط. او انت اتشتتي يا حبيبتي، واضح انك نسيتي ان انا كنت طالبه منك تاكلي. الحاجة التانية الحقيقة كانت هتساعد مدام ميري في الموقف نفسه، مش بس انها تساعد سالي في انها تتعلم حاجة جديدة، كانت ممكن تديها اختيار. بالظبط. كان ممكن مدام ميري تقول لسالي خلاص يا سالي تحبي تخلصي اكلك بسرعة دلوقتي عشان ما بقاش فيه وقت، ولا اخد لك تفاحة وبرتقانة وموزة تاخديهم معانا بعد لو جوعتي، او ناخد لها سناك تاكلوا لو جعت. مدام ميري ساعدت بنتها انها تتعلم ازاي تعمل اختيارات وازاي تعرف العواقب لو خرجت وهي جعانة والوقت بيعدي. فاحنا اتعلمنا 2 من العوامل في الاستراتيجي ديت. اول عامل ان انا احس بمعاناة طفلي واشاركه مشاعره. تاني عامل ان انا ادي طفلي بدايل بدل ما افرض عليه شيء. احنا النهاردة عندنا 6 نقط او 6 عوامل، خدنا 2 منهم. هحكي لك حكاية حسام. جميل. ومن حكاية حسام هنعرف 4 عوامل كمان. حسام ولد لطيف قوي، دايما وهو راجع من المدرسة بيسلم على ماما، بيسلم على بابا، شكله منشرح باستمرار، بيضحك باستمرار، بشوش،
ولد لذيذ قوي. النهارده رجع من المدرسه وشه متعكر، شعره منكوش، نضارته معوجه، القميص بتاعه مش داخل جوه البنطلون زي كل مره، مش منمق زي كل مره، شكله كده متبهدل شويه وشكله مهموم حبتين. لا، وبما ان ماما ست ذكيه وشاطره هتاخد بالها في ان في تغير في تصرفات حسام. اكيد ماما لاحظت التغير، بس ماما عملت حاجه. ماما جابت كميه كبيره من الاسئله. حسام شكلك متغير، ايه اللي حصل؟ مفيش. شعرك منكوش، لازم يكون في حد اتخانق معاك، القميص بتاعك مش وضب، في حد زقك، في خناقه حصلت في المدرسه. لا ما حصلش خناقه، ايه اللي حصل؟ مفيش. تكهنات كتيره قوي واسئله كتيره قوي، افتراضات كتير واسئله كتير، وهو بدا يبقى محبط منها وهي محبطه منه، وماما بدات تشعر ان هي كمان مش قادره تخش جواه، احساس بالفشل بيه جواها، وهو كمان احساس مش عارفه تحل له المشكله، مش عارفه تحل المشكله بالظبط. المهم ماما سكتت واتغدوا، وبعد ما ريح شويه بداوا يعملوا الواجب. طلع الواجب بتاع اللغه العربيه، الامور مشيت كويسه، مفيش اي حاجه. طلع الواجب بتاع الحساب الرياضيات، اول ما فتح الكراسه انفجر في البكاء. في ايه؟ قال بصي كان عندنا امتحان في الحساب ودي ثالث مره انا اجيب نمره وحشه قوي، اقل من كل زمايلي، شكلي بقى وحش، انا كنت مكسوف من نفسي، والمدرس بص لي كانه كده زعلان مني، ومش عارف اعمل ايه، انا عمري ما هحل كويس في الحساب. ده موقف صعب قوي. موقف صعب، واكيد صعب على ماما كمان. وصعب على ماما، بس ماما كانت شاطره. ماما ما عطتهوش الحلول، زي ما كنا بنتكلم في الاول على ربط الجزمه وعلى تقطيع الاكل في المطعم. ماما بدات تقول له انا حاسه بيك، حاسه بالمشكله، فاهمه احساسك، تفتكر انت ممكن تعمل ايه؟ اوكي. حسام ولد ذكي قوي، قال لها بصي ماما ممكن كل يوم نقعد مع بعض نص ساعه نشتغل في الحساب، لان انا لازم ابقى اشطر من كده. فقالت له دي فكره حلوه، من النهارده كل يوم هنقعد نص ساعه في الحساب. قال لها كمان زمايلي قالوا لي في حلول للرياضيات والحساب على اليوتيوب، انا ممكن ادور عليها وممكن اشوف كتب خارجيه تساعدني. ماما قالت له الحلول اللي انت قلتها دي حلول ممتازه، يلا تعالى نعمل كده. وممكن كمان ماما تساله تفتكر مين تاني ممكن يساعدك. بالظبط، خليه يفكر في حلول تانية. بس اللي عجبني في ماما ان هي كمان عطته الامل. فماما قالت له احنا لو عملنا كده هتتشطر جدا في الحساب في الرياضيات، والنمر اكيد هتتحسن. فان انا ادي الامل لاولادي حاجه كويسه. فمن حكايه حسام عرفنا 4 حاجات. ما اسالش اسئله كتير. جميل. ما افترضش اجابات، اخلي ابني او بنتي هو اللي يلاقي الموارد الخارجيه اللي تساعده. بس عشان نوصل للمرحله بتاعت ان هو يبدا يتكلم ويلاقي الموارد، محتاجه كمان ان انا استنى لما هو يبقى مستعد يتكلم معايا. بالظبط. وما هاجموش بافتراضات وباسئله كتيره بالزبط. عشان ما احسسش ان انا بحقق معاه او ان في ازمه. بالزبط. لان لما ببدا اسال كتير وتكهن كتير بيبدا اللي قدامي يتراجع، علشان مش عايز يزود الهموم عليا او مش عايز يشوفني متضايقه زياده او يزود الهموم على نفسه. ورقم 6 قلناها، ودي مهمه جدا في تربيتنا لاولادنا، ان انا احافظ على الامل. ان شاء الله الامور تبقى احسن، انا معاك واقفه جنبك، هساعدك وهنتحسن. ودي نقطه مهمه، لما الحاجه تبقى صعبه احنا بنتعلم منها. فانا عارفه انك اول مره بتحاول تربط الجزمه الموضوع بيبان صعب، بس كل ما هنتمرن هتبقى اشطر. بالظبط. ده حقيقي مظبوط. بص انا برضو لما اخدت القسمه كنت بعاني جدا وانا قدك كده، بس بعد كده بقيت شاطره جدا فيها. ففي طرق كتيره جدا ايا كانت المهاره اللي احنا بنحاول ان اولادنا يتعلموا فيها، ان انا اديله امل، ان انا اشجعه، ان انا ادعمه واحسسه ان انا حاسه بيه، اديله اختيارات، ما اسالوش اسئله كتيره، ما اتوقعش واتكهن، اشجعه انه يلاقي موارد ويبدا يدور على حلول، وكمان ان انا اديله امل. لو عملنا ال6 حاجات ديت شخصيه اولادنا هتنمو باستقلاليه. هدفنا من حلقه النهارده مش بس ان اولادنا يتحسنوا في الرياضيات او في اللغه العربيه او يقطعوا الاكل لنفسهم، هدفنا من ال6 عوامل دول ان اولادنا يكونوا شخصيتهم المستقله عشان يكونوا نافعين لنفسهم ونافعين للمجتمع ويبقوا سعداء في حياتهم. نشوفكم الحلقه الجايه.
شخصيتي وشخصيتهم. أولادنا وبناتنا لسه بيتعلموا إزاي يتعاملوا مع الحياة وينموا مهارات كتيرة هتفيدهم في المستقبل. كل ما نحترم شخصيتهم هنعزز فيهم ثقتهم في نفسهم وقدرتهم على حل المشاكل ومراعاة الأخلاقيات والقيم. ده بيقوم بيه البريفرونتال كورتكس، وده غير المهارات الحركية والعضلية اللي بيقوم بيها البيزال جانجليا. الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها عشان ننمي شخصيتها هي: نمرة 1 اديله اختيارات وبدائل. نمرة 2 اظهر احترامك لمواقفه ومعاناته. نمرة 3 في حواراتنا معاهم بلاش نستخدم الأسئلة الكتير والاستجوابات. 4 بلاش نعمل افتراضات ونحط إجابات على لسانهم. 5 ساعد ابنك أو بنتك إن يستغل الموارد المتاحة ليه، مثلا أونلاين، أو يطلب مساعدة الآخرين. نمبر 6 دايما حافظ على وجود الأمل في التغيير والتحسن.